السلام عليكم صحابي وصحباتي. الله يدومها صحبة على خير والنية. اليوم جايبه لكم واحد الموضوع مهم بزاف، خصوصا الناس اللي كل نهار كيقولوا نهار غدا نبدا حياة جديدة، فيق بكري، ناكل مزيان، ندير رياضة، ولكن كتجي مع 8 د الليل وكتلقى راسك في الفراش كتاكل شيبس كتبكي على الحظ. ايوا خوتي، بركة من الوعود الفارغة. اليوم غادي نوريكم كيفاش تبني روتين صحي في حياتك وبطريقة بسيطة، بلا صداع، بلا ما تحتاج تكون سوبرمان. اولا، فيق بالنية ماشي بسبب المنبه. راه البداية ديال النهار كتحكم على باقي فياق في ساعة معقولة، بلا ما تكون مخنزر وبلا ما تكون جهد فوق طاقتك. وماشي غير تفيق وتبقى في التليفون ساعة. فيق، غسل وجهك، شرب كاس الماء دافي وتمشى شوية في دارك حتى يفيق عقلك. ثانيا، الفطور راه ماشي ديكور. واش عارف بان الناس اللي ما كيفطروش بحال الى كيخرجوا بلا صباط؟ الفطور كيعطيك الطاقة وكينقي لك المخ. كل شي حاجة صحية بحال البيض مثلا، شوية الخبز ديال القمح أو فاكهة، ولا حتى ياغورت دانون. وإذا كان عندك الوقت دير شي سموثي خفيف وعيش الدور. ثالثا، خطط نهارك، وخا غير في ورقة كتب، ماشي تجلس وتبقى كتقلب في تيك توك 3 سوايع. كتب شنو خاصك دير، ولو غير 3 د الحوايج، مثلا نتصل بفلان، نقرا شويه، نمشي نتسوق. الهدف هو تكون واضح مع راسك باش النهار ما يدوش بحال سيرفين ما تاخدك رجليك. رابعا، الحركه بركه. ماشي ضروري تمشي لاصال وتدير العضلات بحال بروسلي، غير دير 15 دقيقة ديال المشي ولا طلع في الدروس في داركم. المهم بدن جسمك يتحرك، راه كينفس حتى على القلق. خامسا، ما تبقاش تسمع غير المشاكل والشكوى، هذه دارت، هذه فعلت، هذا ترك. اسمع شي بودكاست مفيد، ولا قرا صفحة من كتاب، ولا اسمع قرآن، ولا قرا شويه القران. رد بالك العقل الا خليتيه بلا فائده كيختار عليك الوسواس. سادسا، العشاء ماشي كارثه. ماشي تاكل دجاج مشوي مع 12 د الليل وتقول ما عرفتش علاش كنفيق عيان. دير عشاء خفيف بحال شي شوربه خضر، سلطه، ولا خبز مع شويه زيت وزيتون، واخا بسيط ولكن كيعطيك نعاس بحال ديال البيبي. سابعا، النعاس مالك ومال السهر اخي، راه ليلك نعاسك وماشي نتفلكس. الناس اللي كينعسوا مزيان كيفيقوا ناشطين مرتاحين، وحتى الوجه كيبان فيه النور وما كيبانش دغيا فيه التجاعيد. حاول تنعس مع ال11 بلا تليفون، بلا ستوري، بلا شتيك في واتساب. الروتين الصحي ماشي عقوبة، راه راحة، راه ماشي خاصك تقلب حياتك في النهار. غير بدا بحاجة صغيرة اليوم وغدا تزيد وحدة أخرى، وفي الأخير غادي تلقى راسك عايش مزيان ناشط وراضي على حياتك. وما تنساش إلا ما تهليتيش في راسك شكون غادي يتهلا فيك؟ خلي ليا في التعليقات شنو أول حاجة من هذا الروتين ناوي تبدا بها، وشكون معنا في التحدي 30 يوم صحة وراحة البال. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله، وتهلاو في راسكم، راكم تستاهلوا الخير.